السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس التراكيب والأساليب للمرحلة الابتدائية، الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي. النهاردة احنا بناخد مع بعض حروف اللام الشمسية وحروف اللام القمرية. عندنا حروف اللام الشمسية 14 حرف. حروف اللام الشمسية 14 حرف: التاء والثاء والدال والذال والراء والزين والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. لازم نحفظهم. هي ال 14 حرف دول لازم نحفظهم، وبقيه الحروف هي حروف اللام القمريه. هي الايه بقى؟ الالف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. حروف اللام الشمسيه احنا اتفقنا ان احنا هنحفظهم كويس جدا، وبقيه الحروف يا جماعه هتبقى هي حروف اللام القمريه. تمام؟ برضو دول 14 ودول 14 زي بعض. طيب، ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا بنقول ان حروف اللام طب ايه الفرق بين اللام الشمسيه واللام القمريه؟ اللام الشمسيه زي ما مكتوب قدامنا هي لام تكتب ولا تنطق. اللام وياتي بعدها الحروف التاليه. الالف واللام بتوع اللام الشمسيه اللام دي يا جماعه ايه بيحصل لها ايه؟ بتكتب لكن ما بتتنطقش. ماشي؟ يبقى بتتكتب وما بتتنطقش. في معلومه مهمه جدا جدا كمان، ان حروف اللام الشمسيه الحروف ال 14 دول بيجوا ورا اللام اما بيجوا ورا الالف واللام بيكونوا حروف مشدده، بيكونوا حروف عليها شد. ادي الحرف ايا كان ايه هو الحرف من ال 14 دول بيكون عليه شده، بيكون لازم يكون عليه شده. ماشي؟ او يعني كده لما يقول لي مثلا استخرج حرف مضاعف او كلمه بيها حرف مضاعف، انا هدور اوتوماتيك على كلمه فيها لام شمسيه، لان الكلمه اللي فيها لام شمسيه لازم الحرف اللي يجي بعد اللام الشمسيه بتاعتي لازم يكون حرف مشدد او يكون كحرف مضاعف. تمام كده معايا؟ طيب، بالنسبه لحروف اللام القمريه، الالف واللام بتوع حروف اللام القمريه بتكون الالف واللام، اللام هنا عندي بتكتب وتنطق. هنا اللام بتاعه اللام القمريه بتكتب وتنطق، بتنطق معايا. تمام؟ والحرف اللي بيكون ورا اللام القمريه بيكون حرف متحرك. يعني ايه حرف متحرك؟ يعني لا اما الحرف عليه فتحه، يا اما تحتيه كسره، يا اما عليه ضمه. يبقى الحروف بتاعة اللام القمرية بتكون وراها بيكون الحرف بيكون متحرك اللي بيجي بعد اللام القمرية. تمام كده معايا؟ يبقى احنا كده قدرنا نفرق بين الحرف حروف اللام الشمسية، نحفظهم كويس جدا ونعرف ان الحرف اللي بيجي بعد اللام الشمسية بيكون حرف مشدد او حرف مضاعف، وحروف اللام القمرية هي بقية الحروف اللي جت بقية الحروف المتبقية من اللام الشمسية، وبنعرف ان الحرف اللي بيجي وراها بيكون حرف متحرك. ان شاء الله الدرس الجاي مهم جدا جدا، هنتعلم فيه ازاي نحلل المقاطع الصوتية لأي كلمة ممكن تقابلنا من غير ما نحفظ. دي مشكلة كبيرة بتقابل أولادنا، المقاطع الصوتية ما بيعرفوش يحللوها مظبوط. لا، احنا هنقدم قواعد بسيطة بيها ان احنا نحلل أي كلمة أيا كانت، ما يقعدش بقى التلميذ يحفظ التحليل كل كلمة وهو مش فاهم أي حاجة. لا، احنا هنديله الطريقة اللي بيها يحلل أي كلمة تقابله في أي مرحلة من المراحل، في أولى في تانية في تالتة ابتدائي. وإن شاء الله تابعونا، اعملوا لنا لايك للفيديو وشير للحلقة عشان الكل يستفيد، وسبسكرايب للقناة علشان تقدروا تتابعوا كل الدروس الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.